هو مش كفايه عبط بقى يا جدعان؟ يعني مش كفايه بقى تعملوا قيمه للناس اللي ما تستاهلش؟ نشاز مشاكل ايه اللي انتوا باعتين لي فيديوهات وعلق عليها؟ هو انت مش هتبطل تفاهه يا ابني انت وهي؟ وبعدين ترجعوا تصيحوا ازاي الناس دي بتتشهر وبيجيبوا عربيات وبيبقى معاهم فلوس؟ ما هو كله على قفاك يهبل. ما انت اللي بتتفرج وبتعمل لايكات وبتشير فيديوهاتهم، انت بتساهم بشكل مباشر في شهرتهم، انت اللي بتعمل لهم قيمه. وهم مش اغبياء، سواء الواد نشاز او غيره، هو خلاص عرف من اين تؤكل الكتف، فهيطلع يعمل اي حاجه تستفزك او تخليك تضحك عليه، ويا اما تشتمه يا اما هتقول ده هبل وتضحك وتشير فيديوهاته، وفي الحالتين هو المستفيد. انا مش فاهم هتعقلوا امتى والله، يعني انا تعبت منكم. هي ايه الدوشه اللي انت عاملها دي يا ابني؟ صوتك وصل لنا لحد بره، انت بتعمل ايه؟ بسجل فيديو يا حبيبي. فيديو اللي بتسجله من الفيديوهات بتاعتي؟ انت بتكلم الناس كده عندنا؟ اسلوبك المعفن ده حبيبي تعمله هناك في البرنامج بتاعك، مش في البرامج بتاعتي. انا البرامج بتاعتي محترمه، الحلقه دي حلقه تيك توكيات مش المزبله بتاعتك. وبعدين المفروض انا اللي اسجل الكلام ده. يا عم انا قلت اساعدك. لا يا عم شكرا، الله الغني عن مساعدتك. يا عم سيبني عليهم، انا عارف الاشكال دي كويس. يا عم هم الله لا يسيئك، شوف لك واحد علماني ولا واحده نسويه اديهم بالجزمه بعيد عني، ولا اقول لك روح شوف الملحد اللي هو بتاع محملات ده، اعمل لك حلقه هينو فيها ولا حاجه، انت بتحب الحاجات دي. يلا قوم توكل على الله. طب خلاص يا حبيبي ما تكترش عشان ما تغيبش عليك، انا هقوم اسيبها لك وامشي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقه جديده من برنامجكم المفضل تيك توكيات. فمن غير ما نطول كتير وقبل ما نبدا، يا ريت تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتك في فلسطين وفي السودان ربنا يقويهم وينصرهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا، قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه. فبطل كسل وقوم صلي، ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. الناس اللي بتقول هو انتوا ازاي كنت بتمسك ايديها وانتوا مش مخطوبين؟ بصوا يا جماعه، انا نور انا ما عرفتهاش ارتباط، عشان انا شايف ان ازاي انت كنت مرتبط بيها، ده علاقه محرمه. انا ما عرفتهاش ارتباط. انا اول ما عرفت بنور ما عرفتش اوصل لها، انا وصلت لها عن طريق اهلها. يعني نور انا خاطبها من بدري، بس انا ما عرفتش اعلن لكم غير دلوقتي قبل ما اخرج من الصف. انا ما اعلنتش غير دلوقتي، لكن انا خاطبها من فتره، ده مبدئيا. طب هو انت مين يا اسطى مفهمك انك طالما خطبتها يبقى انت عادي تمسك ايديها؟ يعني يا ايه التبرير ده يا جدعان؟ يخرب بيت البجاحه. ما هو مش معنى انك لبستها دبله يبقى انت كده عادي بقى بقت حلالك. ما هي برضه يا ابني اجنبيه عنك، يعني زيها زي اي واحده غريبه في الشارع. فانت ما تطلع تبرر لي ان انت اصل كنت خاطبها قبل كده، ما هو حرام برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لان يطعن احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. فخطيبتك يا معلم ما تحللكش والله. وكل الفيديوهات اللي انت مطلعها فيها عمال تفعص في ايديها، ما ده حرام يا حبيبي وغلط. وما ينفعش تطلع تبرر وتفهم الاطفال اللي بيتابعوك، لان يا جدعان ده عنده اكتر من 4 مليون طفل بيتابعوا واغلبيتهم بنات. ما ينفعش تطلع تفهمهم ان ده صح، ان اي اتنين مخطوبين صح ان هم يعملوا كده. وانت بقى مش بس بتعمل كده في الفيديوهات وبتطلع تفعص في ايد خطيبتك، لا انت طالع كمان تبرر وتقول اصل يا جماعه والله احنا كنا مخطوبين من زمان، وكأن ده مبرر يعني. وخلي بالك الموضوع لو مقتصر عليك انت وخطيبتك بس فتمام يعني يا معلم، انجوي، يعني انتوا احرار كده كده هتتحاسبوا لوحدكم. لكن انك تروج الغلط ده للاطفال اللي بيتابعوك، لا انت كده بتعمل كارثه. اللي انتوا بتعملوه ده يا معلم اسمه سبهلله، انتوا كده عايشين في البلاله. الخطوبه ليها ضوابط شرعيه، ما ينفعش ان احنا نمسك ايدين بعض، ما ينفعش نخرج مع بعض لوحدنا، ما ينفعش ناخد ارقام بعض ونتكلم على الواتساب لوحدنا، وطبعا ما ينفعش ان احنا نعمل فيديوهات حب وغرام احنا الاتنين مع بعض وننزلها على النت. فما تجيش بقى حضرتك تخترق كل الضوابط دي وتيجي تفهم الناس ان ده صح. والناس دي اللي هم ايه، اطفال، يعني عيال ما كملتش 14 سنه، لان ما فيش حد كبير عاقل بيتفرج على اللي انت بتنزله ده. يا اما اطفال يا اما ناس عندهم طفوله متاخره، يعني ما فيش بني ادم عاقل هيتفرج على اللي انت. يا حبيب قلبي البنات ما بتغلطش. وبعد كده تقوم عامل فيديو بقى موقف الناس فيه القبر ما فيهوش نت، هم 15 ثانيه اسمعهم وروح الله يحفظك، بس اهم حاجه تعمل شير، اهم حاجه شيرها لصاحبك وخد اجرها. بعد كده الاقيك بترقص او ماسك ايد خطيبتك وبتفعص فيها، وبعد كده بقى تقوم عامل فيديو تعلم العيال فيه ازاي يعملوا فيديوهات اي مع بنات عريانه هم حاضنينهم. وما تخليش حد يضحك عليك، لينك البرنامج في البايو، خش حمله من عندي واعمل فيديوهات براحتك. الواد ده انا محتاج اعمل فيديو مخصوص عنه يا جدعان، الواد ده مضايقني قوي بجد والله. عرفوني في الكومنتات يا جدعان لو عايزين نعمل فيديو عنه. تاني حاجه، انتوا ازاي بتخرجوا سوا؟ انتوا ازاي كنتوا في العربيه سوا لوحدكم؟ الكلام ده كله. بصوا يا جماعه، انا من ساعه ما عرفت نور انا ما خرجتش معاها يوم لوحدنا، تمام؟ على طول، لا اما بتكون اختها لا اما بتكون صاحبتها. يا راجل طب ما تقول كده من الاول، لا اله الا الله. شوف يا جدعان بقى ظلمناه ازاي، ظلمناه. لما بيخرج معاها بيبقى معاهم اختها ولا صاحبتها محرم، مع ان يا اخي سبحان الله اللي انا اعرفه ان المحرم وجوده بيمنع التجاوزات، يعني هو موجود علشان نغلق ابواب الفتنه. فاحنا بنجيب محرم معانا بس بنمسك ايدين بعض عادي وبنصور فيديوهات حب وغرام والدنيا تمام قشطه يعني، بس احنا بنجيب محرم. روح يا اسطى الله يبارك لك، روح يا عم الله يبارك. انتوا كرهتوني في اسمي. يعني من 5 سنين من 2021 اول ما انا بدات القناه دي كان في هما 2 يوسف جو على النت، كنت انا والواد اللي بيعمل سكتشات ما بتضحكش
غير العيال اللي هم اقل من 5 سنين دول. دلوقتي بقوا كتير قوي، يعني اي واحد دلوقتي بيطلع يسمي نفسه يوسف جو. انا بفكر اغير الاسم ده والله، يعني انا بدات احس بالعار. رأي قرار الحكم بالسجن على الشرير لا طبعا ضده قلبا وقالبا، ضده قلبا وقالبا. يعني فكره ان هل انا مش سامح بحريه انتقاد الاديان؟ صح يا اسطى، صح، عندك حق، وانا برضو خلي بالك ضده. هو احنا ازاي مش سامحين بازدراء الاديان؟ يعني ايه التحكم ده يا جدعان واحنا عايشين في سجن؟ يعني لما واحد يطلع يهين مقدسات الناس، ايه المشكله في كده؟ يعني مش فاهم. لما يتريق على النبي او يعمل سكتش يجسد فيه ربنا والملائكه بشكل مهين، يعني ايه المشكله يا جماعه؟ ايه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ايه الاستحقاقيه اللي انتوا فيها دي؟ مفيش حريه تعبير، مفيش حريه راي؟ ايه هتكتموا افواهنا ولا ايه؟ ولا انتوا بقى مش عارفين تحاربوا الفكر بالفكر؟ هتقول لي فين الفكر في ان هو بيزدري الدين بتاعي؟ ما بيبقى ده فكره يا حبيبي، هو يزدري دينك ويشتمه ويتريق عليه، لكن انت تجي لك الاستحقاقيه في دماغك بقى ان انت تحبسه بقى بتهمه ازدراء. انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ انت ما بتعرفش ترد خالص بقى، رغم ان في 800 مليون فيديو بيترد عليه فيهم، والشيخ هيثم طلعت مديله بالجزمه على دماغه ومورم له وشه من كتر الاقلام والبوان اللي مديها له. بس انتوا ما بتعرفوش تحاربوا الفكر بالفكر، مش عارفين تردوا عليه وتردوا على الشبهات اللي بيقولها فتحبسوه. اخص عليكم، اخص، يخرب بيت الارهاب. والمضحك بقى ان انا شفت كام بوست كده للعيال اللي هم ايه الملحدين الحاد يوتيوبي، اللي هم ملحدين من عند شريف ده، فتلاقيهم يا عيني بيدعوا له اللي هو يا رب فك دقته، ربنا يتولاه، ربنا يخرجه بالسلامه. يا ابني هو انتوا بهايم؟ صدق صح، هو فعلا بهايم، بس يعني الولا بقاله سنين بينتع ان مفيش اله وعمال يتريق ويعمل فيديوهات يزدري فيها الاديان، وفي الاخر اتحبس علشان انت في الاخر تروح تدعي له. انت حمار يالا، ما ادعي الطبيعه بقى، يعني قول يا طبيعه فك الدقيقه، فاهم؟ اطلع على سطح بيتكم وانضح على الطبيعه، والله يا طبيعه انقذيه، لكن ما تدعيش ربنا اللي انتوا اصلا مش مؤمنين بيه. يعني الولا يقعد سنين ينتع وانت في بوست تيجي تدمر كل حاجه. يعني هو لا يؤمن بوجود اله وانت سمعت كلامه وبقيت زيه لا تؤمن بوجود اله، فيقوم هو اول ما يقع في مشكله تروح تدعي الاله اللي انتوا الاتنين مش مؤمنين بيه. يخرب بيت ام الغباء ده. على كده الحمار يقول لك يا عمي، مع انه والله الحمار بيفهم. يعني الحمار انت لو قلت له شي هيمشي، لو شديت اللجام شويه هيوقف، لكن دول ما فيش اصل. يعني دول والله العظيم الحمار هو اللي يزعل، يقول لي يا عم انت بتشبهني بالناس دي ليه؟ اطلع يا عم رد عليها بحيث ان بعد كده اللي يسمعك ويسمع الرد بتاعك يكون مؤمن على اقتناع. بالعكس ده بيقدم لك فرصه كويسه. انما فكره ان اي حد كلامه مش عاجبنا او بينتقد اروح احبسه، لا طبعا ضده. والله يا جدعان الواد زهيم ده صعبان عليا، عامل زي اللي رقص على السلم، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه، اللي هو بيطلع يروج لافكار الحاديه صرف بس مش بيقول ان هو ملحد، بيطلع يشكك في الدين بس مش بيقول ان هو كافر. فيبقى عندك نموذج العيال الصغيره مش فاهمين توجهاته، هيفكروا ان هو بيناقش بقى بالعلم والمنطق والبتنجان المقلي، بس انت بقى كشخص كبير وفاهم وعندك وعي وانت قاعد بتتفرج عليه، كل اللي بيجي في ذهنك أنا لا أشك في كفر هذا وزندقته، هذا كافر زنديق واضحة جدا. اكتر من 70% من الجوازات جوازات اسمها جوازات صالونات، يعني ناس اصلا ما تعرفش بعض. يا نهار ابيض، ده ايه الرعب ده يا معلم؟ اتنين ما يعرفوش بعض، دي كارثه دي. الناس اللي زي ده يا جدعان وهما بيتكلموا عن جواز الصالونات، انا بحس ان تخيلوا للموقف كده، اللي هو العريس بيقوم جاي مخبط على باب البيت، السلام عليكم هل لديكم نساء؟ فابو العروسه بقى نعم لدينا نساء، الخير كتير ماذا تريد؟ فيقول له اعطيني واحده، فالراجل يخش يلف له بنت في كيسه ويديها له، والعريس بقى هو ماشي اذا اعجبتني بضاعتك سارسل لك جميع اصدقائي. خيالات مريضه والله. يعني هو المسلسلات والافلام لحست دماغهم، اللي هو مش قادر يتخيل ان واحد بيتعرف على واحده في بيت اهلها عادي، اللي هو اتنين ما يعرفوش بعض. يا معلم ما في فتره خطوبه وبنتعرف وبنتكلم وبنتناقش وبنخرج يعني عادي، فاهم؟ بس بضوابط شرعيه، بس اللي هو احنا بنأخر بقى فتره الايه الحب ومسك الايد والخروجات اللي مع بعض من غير محرم والاحضان والبوس والكلام ده اللي بعد الجواز. بس بيتجوزوا على ايه؟ بيوروا واحده ست يقولوا لها الراجل ده ابن فلان الفلاني، معاه عربيه، شقه، بيشتغل كذا، ويوروا له صورته بس ان هي واحده جميله. هو ده المعظم الزيجات كلها قايمه على ده. انا قلت لكم ايه؟ تصور غريب، سذاجه اوفر دوس، اللي هو احنا هنشوه الجواز الشرعي كده وخلاص. اللي هو ايه ده؟ انت ما كنتش بتعط معاها قبل الجواز؟ انت متجوزها صالونات؟ يخرب بيت الفلح، ده جواز مصلحه ده يا ابني ولا ايه؟ تخليص حق ده ولا ايه؟ كان عليك فلوس يعني مضى على نفسك كمبيالات ولا حاجه فاتجوزتها مضطر، وانت حد غصبك؟ هل حد ضغط عليك عشان توافقي؟ هل زغللوا عينيكي بفلوسه الكتير وعربيته؟ اللي هو بيتجوزوا بالطريقه الشرعيه دول مش بني ادمين. ده واحد معاه اموال وابن فلان الفلاني ومعاه عربيه والبت جميله بس. مع ان يا اخي سبحان الله انا اعرف ناس متجوزين بالطريقه الشرعيه وراح شافها في بيت ابوها عادي، تخيل، ما بقى شافش صورتها، لا وايه ما هوش غني وما هوش عربيه ولا ابن فلان، والبت وافقت عليه برضه عادي، تخيل، وتعرفوا على بعض وبقى في قبول فاتخطبوا، وفتره الخطوبه دي بتستمر لمده طويله فبنعرف بعض خلال هذه الفتره وبعد كده بنتجوز. تخيل ما بيروحش بعربيته هو وابوه فلان ياخدوها في شنطه العربيه ويمشوا. سبحانه هم بيقدموا اكنهم مش بيقدموا شغلانه في CV بالظبط. الراجل دي خصائصه والست دي خصائصها، فبيبتدي هي تاخد بالفلوس والمنصب وابن مين، وهو بياخد بشكلها.
فاصبح الجواز هو صفقه انا استمتع بجمالك وانت تستمتعي باموالي. يا جدعان والله سذاجة الكلام اللي هو بيقوله مش مخلياني اخده على محمل الجد، بس بجد والله. يعني هو ايه الفرق ما بين جواز اللي انت بتسميه صالونات وما بين جواز الشوارع؟ يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي عندنا 2 رجاله، واحد شاف واحده عجبته فراح يتعرف عليها، وواحد تاني شاف واحده عجبته او حد جاب له عروسه فراح يتعرف عليها في بيت اهلها. ايه الفرق ما بين ده وده غير ان الاولاني بيعمل حاجه حرام؟ لان خلي بالك اللي بيتعرف ده لو بقى فيه قبول هيبقى فيه كلام وتعارف ومقابلات، والله اعلم بقى بعد فتره العلاقه هتوصل لفين. هو لا يختلي رجل بامراه الا والشيطان ثالثهما، ما ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيختلي بيها على الواتس، بيختلي بيها وهم خارجين. طبعا اللي انا بقوله ده تفكير ظلامي وان انا مش قادر اكبح شهوتي، ده شيء مفروغ منه يعني. لا وخلي بالك كمان العلاقات الغير شرعيه بيحصل فيها كل انواع زنا الجوارح. يعني العين تزني وزناها النظر، انت بتبص لها وبتفصصها. اللسان يزني وزناه الكلام اللي انت بتقوله لها او اللي هي بتقوله لك اللي ما ينفعش يتقال غير بين 2 متجوزين. اليد تزني وزناها اللمس، مسكه الايد بقى، الحضن، فاهم الكلام ده. الرجل تزني وزناها المشي، انت رايح تقابل واحده لا تحل لك. ايه تاني يا جدعان؟ في حاجه تانية اعتقد بس. والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه. صدقت يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. فيا معلم هتجيبوها يمين هتجيبوها شمال، اللي انتوا بتروجوا له هو الشمال. يعني اي حاجه غير الجواز الشرعي هي حرام. هتقعدوا بقى تحوروا لها بقى اصل صالونات، اصل انتريهات، اصل مش عارف كراسي مذهب. بص الحلال بين والحرام بين، فهتقعدوا تحوروا لها مش هياكل معانا. اي حد بيروج للعلاقات المحرمه على ان هي ده التمام وهو ده الصح، انت كده عايش في البلاله. قول له كده اول ما تلاقي حد بيتكلم في الكلام ده، قول له يا معلم انت عايش في البلاله، انت عايش في السبهلله دي، دنيا السبهلله اللي انتوا عايشين فيها دي. الشاب الخام زيه زي الدارك شوكليت كده 99% كاكاو، يعني مرار طافح. انت طبعا تبقي اول ايد يمسكها، فالموضوع بالنسبه له بيبقى مغامره. خلي بالك ان انتوا ده لو اتجوزتوا سنه سنتين بالكتير قوي هيتجه الى اقصى مراحل الانحراف اللي هي مرحله الاحيي. هتنبهر يعني، هو ما حبش غيرك، ما جربش اي حاجه غيرك، فمن الاخر كده انت اللي فتحتي نفسه، اللي هتسد نفسه. بصوا يا جماعه علشان تكونوا عارفين اي نموذج صح هيتم تشويهه. يعني الراجل المحترم اللي حافظ على نفسه وحافظ على قلبه طول حياته هنقول عليه شاب خام، هنقول عليه مرار طافح، فلاح مقفل، مش عايش في الدنيا، مش مواكب العصر. لكن مش هنقول عليه بقى ان هو راجل محترم عارف دينه محافظ على قلبه ما ضحكش على بنات الناس باسم الحب وبعد كده زحلقهم. احنا مش هنقول الكلام ده، احنا دايما هنقلل منه ونسخر منه علشان دايما الناس تبص له بنظره سخريه. وانا هنا مش بتكلم على صاحبه الفيديو ده يا جماعه، انا بتكلم بشكل عام في تسفيه للحلال وتجميل للحرام. فهتلاقي ان الشخص اللي ما عرفش بنات في حياته ده بيتقال عليه خام وعبيط وبتاع، واللي مقضيها بقى مع البنات ده خبره، ده البنت ما تتعبش معاه لانه عنده خبره فاهم بقى وداري وقاري وواعي. هتلاقي اللي بيعمل الحرام هو طالع يتفاخر ان هو بيعمل، هيبقى طالع يتفاخر ان هو بيصاحب بنات، لكن التاني ده يتكسف ويتوكس عشان مش عارف يكلم بنات. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يعني كل حاجة هتبقى بالعكس. اللي بيحاول يرضي ربنا وما يخشش في علاقات محرمة ده ساذج وخام، أما اللي بيعط وخاربها فده خبرة وفاهم الدنيا. احنا دايما هنلبس الحق بالباطل، مش هننكر الحق لكن هنشوهه. الإمام ابن تيمية رحمه الله بيقول وأكثر أهل الباطل لا يصرحون بالباطل بل يلبسونه لباس الحق حتى ينفر الناس من الحق نفسه. وابن القيم برضو بيقول فلو كان الباطل عريانا ما قبله احد. دايما هتلاقي الباطل جاي لك لابس بدله وجرافطه وحاطط برفان ومستشور شعره فتنبهر بيه، فتشوف ان هو ده الصح وان الحق هو الغلط فتلبس الحق بالباطل. وكل ده يا جماعه ليه علاقه قويه جدا بالغزو الفكري والغزو الثقافي. في كتاب انا بقراه دلوقتي يا جماعه اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود محمد شاكر، بيقول فيه ان اخطر ما يواجه امه من الامم ان تغزى في ثقافتها، لان الغزو الثقافي يفسد عليها مقاييسها في الحكم على الأشياء فلا تعود تميز بين الحق والباطل ولا بين الحسن والقبيح. معناه ايه الكلام ده يا عم جو؟ والله ده موضوع كبير قوي والكلام فيها يطول، فممكن ان شاء الله نبقى نعمل له حلقة مخصوص نتكلم فيها بقى عن الغزو الثقافي وازاي الكائن الغربي قدر يحتل أدمغة المسلمين ويخليهم دايما يشوفوه ان هو القدوة وانه نموذج لازم يحتذى بيه. والكلام ده من زمان جدا يا جدعان، يعني بيحصل من ايام الحملة الفرنسية مثلا. بس مشكلة الفيديوهات اللي بتبقى من النوع ده ان محدش بيتفرج عليها. يعني الفيديو اللي انا عملته عن تأثير الافلام والمسلسلات محدش
محدش اتفرج عليه رغم ان انا قعدت شهر بكتب فيه. فلو انت ما شفتش الفيديو ده اتمنى تروح تشوفه. وبس كده، اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصله 3 4000 لايك. ولو انت مش مشترك في القناه يعني مش عارف انت مستني ايه، يعني انت مكمل الفيديو لحد دلوقتي ومش مشترك في القناه، يعني ازاي يا معلم؟ اعمل اشتراك في القناه علشان عايزين نوصل 50000 مشترك. يعني خلاص بقى يا جدعان، بقالنا كتير قوي في ال 40000 دي، يعني تعبنا. وبس كده، تلاقوا فيديو الافلام طالع لكم الوقت كده، فاهم؟ يعني روح اتفرج عليه. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام.